تخيل معايا إن قدامك سهمين، الأول البيئي بتاعه 3 والتاني البيئي بتاعه 8، وهنا بتقول لنفسك إن السهم التاني رخيص وإن الأول غالي. لكن السؤال بقى اللي محدش بيسأله، ليه السوق مسعر السهم ده بأقل من تلت السهم التاني؟ معدل البيئي ده مش رقم عشوائي، هو ببساطة كام سنة السوق مستعد يستنى عشان يسترد سعر السهم من أرباحه. يعني ببساطة كده، لو السهم حطت رقم منخفض جدا غالبا هو بيقول لك حاجة واحدة: أنا مش متأكد إن الشركة دي هتفضل تحقق نفس الأرباح في السنين اللي جاية. ومش دايما بيبقى ده صح، لكن أحيانا كتير السهم اللي شكله رخيص بيكون رخيص لسبب تراجع بقى في المبيعات، منافس جديد ابتدى يكسب او بياكل من حصة الشركة في السوق، او منتج قديم ما بقاش ليه استخدام في المستقبل. والمفاجأة بقى ان السهم ممكن يفضل رخيص لسنين وممكن كمان يبقى ارخص، وده اللي بيسموه في عالم الاستثمار الفاليو تراب، مصيدة بتلبس شكل الفرصة لكنها في الحقيقة بتاكل راس مالك ببطء. السؤال اللي المفروض تسأله قبل ما تشتري أي سهم رخيص مش هل البيئي منخفض، لكن هو ليه منخفض، وهل السوق عارف حاجة أنا لسه ما شفتهاش؟